في فيديو كده متداول على اكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حفلة كانت معمولة في الأقصر. واترفع فيها أعلام الدعم السريع، ودي طبعا واستغاثة لحكوماتنا واستغاثة لرئيسنا عبد الفتاح السيسي بالتجاوزات ديت اللي حصلت في الأقصر. حصلت في محافظة الأقصر، اترفع فيها أعلام الدعم السريع. طبعا المصريين او الحكومة المصرية لن تسمح بأي تجاوزات على أراضيها. اولا واثقين جدا في حكوماتنا، واثقين جدا في شرطتنا المصرية. تاني حاجة، المصريين ذات نفسهم لم يسمحوا بأي تجاوزات او اي تفكيك في الشعب المصري. يعني اللي منزل الفيديو دوت منزله إثارة للشعب المصري او تخويفا للشعب المصري. الشعب المصري ما بيخافش، عندنا شرطة قوية، عندنا جيش قوي، عندنا شعب قوي بيحافظ على بلده. ولن نسمح بأي تجاوزات من أي ضيف على الأراضي المصرية. الشعب المصري كله واقف في ظهر بلده، في ظهر رئيسه، في ظهر مؤسساته، ومش هنسمح بأي تجاوزات هتحصل في الأراضي المصرية أو تلاعب في الأمن القومي المصري. دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. وطبعا الفيديو وصل لرئيسنا عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله بإذن الله وصل كمان لمؤسساتنا، وإن شاء الله الرد هيبقى سريع جدا. وأي إثارة هتحصل أو أي حاجة هتحصل للأمن القومي المصري، طبعا أكيد في الشرطة المصرية، في المؤسسات المصرية، في الرئاسة المصرية، في الجيش المصري موجود بيحافظ على شعبه، بيحافظ على أرضه. الشعب المصري موجود على أرضه، بيحافظ على أرضه، بيحافظ على بلده، بيحافظ على أهله. نقول تحيا مصر، تحيا شرطتنا، وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وتحيا شعبنا المتماسك. ولن نتخوف من أي فيديو يعني بينتشر على السوشيال ميديا أو أي أعلام بترفع. طبعا ده تجاوزات عالية جدا، أو أي تجاوز هيحصل على الأراضي المصرية أو تلاعب في الأمن القومي المصري. تحيا مصر، وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، تحيا شعب مصر. دايما بذكر رئيسنا عبد الفتاح السيسي عشان هو الأب، هو اللي ماسك الزمام، هو رئيس البلد، حاكم البلد. وأي مخالفة بتحصل رئيسنا عبد الفتاح السيسي ومؤسساتنا هي اللي بترد على أي تخوفات اللي تطمن الشعب المصري ويطمن أهل الأقصر. وطبعا أهل الأقصر رجالة، أهل الأقصر صعايدة جامدين قوي، متماسكين قوي، ومفيش أي حاجة بتحصل في بلدنا غير لما يكون إداراتنا عندها علم بيها. أو أي مخالفة بتحصل لازم المخالفات دي كلها، الفيديوهات دي كلها بتترفع لحكوماتنا. وتحيا مصر.